لقد خطت المملكة المغربية خطوات رائدة بعد اعتماد دستورها الجديد الذي ركز على الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والتعددية. وجاءت الخطب الثانية لجلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس حفظه الله مؤكدة على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للمجتمع المدني وإشراكه في بلورة السياسات العمومية وتقييمها. كما عمل البرنامج الحكومي المغربي على تطبيق المقتضيات الدستورية ضمن رؤية تشاركية ومتكاملة، وهذه تجربة رائدة لم تكن لتنجح لولا الاستقرار الذي ينعم به هذا البلد الكريم في ظل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس رعاه الله. ونحن في الإسسكو نعلن أن تشجيعنا لهذه التجربة الناجحة وندعو إلى مواصلة هذه المسيرة نحو مزيد من الحوار والانفتاح على المجتمع المدني الذي هو جزء من النسيج المجتمعي. لقد راقبنا هذه التجربة في بدايتها حتى ترعرعت وأتت بنتائجها الإيجابية التي نعاينها اليوم، والتي تعد نموذجاً راقياً يمكن الاستفادة منه في الدول الأعضاء جميعاً.